السلام عليكم، اهلا بيكم. انا مروه طارق وانتوا بتتفرجوا على قناه موري كروشيه. النهارده هنعمل الغرزه اللي انتوا شايفينها دي، اسمها غرزه بوكسد بلوك، وهي تنفع لكوفيات وتنفع شيلان مستطيله، تنفع كمان بطانيه بيبي، تبقى جميله قوي. الغرزه سهله، تكرار سطرين بس، مش هتاخد معانا شرح كتير. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنعمل عقده البدايه، وبعد كده هنرتفع بخمس سلاسل، او هيكون تكرار لخمس سلاسل يعني مضاعفات رقم 5. فهشتغل 15 سلسلة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. كده انا عملت 15 سلسلة، وهضيف عليهم 3 سلاسل. يبقى اي عدد انت هتعمليه تكرار رقم 5 هتضيفي عليه 3 سلاسل. بعد كده هسيب اول غرزة عندي وهخش في الغرزة التانية واعمل غرزة حشو. ادخل كده في تاني غرزة واعمل غرزة حشو، اروح في الغرزة اللي بعدها ادخل فيها واعمل غرزة حشو، وهكمل لنهاية السطر. كده كلها هتبقى غرز حشو. كده عملت كل سطر غرز حشو، وبعد كده هبتدي ارتفع بسلسلة وهلف الشغل الناحية التانية، وهدخل في اول غرزة هنا عندي واعمل غرزة حشو، وهروح للغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو. بعد كده هبتدي ارتفع بثلاث سلاسل: 1 2 3. بعد كده هميل الغرز كده عليا واعد 3 غرز من تحت: 1 2 3. وفي رابع غرزة عندي هعمل فيها غرزة حشو، هدخل كده واعمل غرزة حشو، وفي الغرزة اللي بعدها كمان هعمل غرزة حشو. بعد كده ارتفع بثلاث سلاسل: 1 2 3. واسيب برضو من تحت 3 غرز: 1 2 3. وفي الرابعة هعمل غرزة حشو، واروح في الغرزة اللي بعدها واعمل غرزة حشو. هدخل كده تحت الحلقتين واعمل غرزة حشو. هكرر تاني وارتفع بثلاث سلاسل: 1 2 3. واسيب 3 غرز من تحت: 1 2 3. وفي الرابعة هعمل غرزة حشو، وهيبقى عندي خلاص في اخر السطر غرزة كمان هعمل فيها برضو غرزة حشو. يبقى زي ما بدأنا بغرزتين حشو في اول السطر بننتهي بغرزتين حشو. ده كده يعتبر عندي اهو التاني سطر ليا خلاص. طبعا اي عدد انت عاملاه من السلاسل هتكملي بنفس الطريقه، بتعملي غرزتين حشو وبعد كده 3 سلاسل، وبعد كده تسيبي 3 غرز من تحت وتعملي غرزتين حشو بعديها، وهكذا تكرر. بعد كده نرتفع بثلاث سلاسل وهنبتدي التكرار من هنا. هندخل على طول في فراغ السلسله ده بعد ما نلف الشغل، ونعمل جوه فراغ السلاسل دي 5 عواميد بلفه: 1 2 3 4 5. ومن غير اي سلاسل ولا اي حاجة هروح في فراغ السلسلة اللي بعده واعمل 5 عواميد بلفة: 1 2 3 4 5. وهكمل اروح برضو على فراغ السلسلة الاخير اللي عندي واعمل فيه 5 عواميد بلفة: 1 2 3 4 5. ايا كان عدد السلاسل اللي انت عاملاها في الاخر هيبقى عندك غرزتين الحشو اللي احنا كنا عاملينهم في السطر اللي فات. هسيب الغرزة دي وهروح لنهاية السطر خالص عند اخر سلسلة عندي او اخر غرزة عندي، وهعمل فيها عمود بلف. يبقى نهاية الدور عندي ينتهي زي بداية الدور. انا بدأ الدور بثلاث سلاسل بمثابة عمود بلفة، فعندي نهاية الدور هيبقى برضو عمود بلف. ده كده الشكل. هنبتدي بقى نكرر السطر اللي بعده، برضو هيبقى بنفس التكرار كده. هو سطر واحد هنعمل سلسلة واحدة ونلف الشغل، وهبتدي ادخل هنا بغرزة حشو في اول غرزة عندي، والغرزة اللي بعدها غرزة حشو، واكرر بقى السطر بتاعي ان احنا بنعمل فيه سلاسل: 1 2 3.
يبقى كده بداية السطر عندي غرزتين حشو 3 سلاسل، هسيب 3 غرز من تحت 1 2 3 واروح في الرابعة اعمل فيها غرزة حشو، واللي بعدها كمان اعمل فيها غرزة حشو، واكرر تاني اعمل 1 2 3 واسيب من تحت ال3 غرز بتوعي، وفي الرابعة اعمل غرزة حشو واروح في اللي بعدها واعمل غرزة حشو، واكرر تاني 1 2 3 واسيب 3 غرز من تحت، وفي الرابعة اعمل غرزة حشو، وهاجي في اخر سلسلة عندي هتكون بتاعة ال3 سلاسل، ارتفاع 3 سلاسل، هدخل في الغرزة كده واعمل غرزة حشو. يبقى نهاية السطر عندي بيبتدي بغرزتين حشو وينتهي بغرزتين حشو، ارتفع ب3 سلاسل، وده هو تكرار السطرين بتوعي. سطر بعمل غرز حشو 3 سلاسل، والسطر التاني بملى الفراغات بتاعت السلاسل واعمل فيها 5 غرز عمود بلف، 1 2 3 4 5، وهكرر تاني واروح على طول على فراغ السلاسل اللي عندي واعمل فيها برضو 5 عواميد بلفة، 1 2 3 4 5، واروح لاخر فراغ عندي بتاع السلاسل واعمل فيه 5 عواميد بلفة، 3 4 5، ونهاية السطر عندي بتكون زي البداية. هنا قلنا ارتفاع 3 سلاسل، يبقى النهاية عندي هتبقى عمود بلفة، هلف الخيط على الإبرة وأدخل في السلسلة كده من فوق وأعمل فيها عمود بلف، والسطر تكرار تاني اللي بعده اللي هو سلسلة، وبنلف الشغل الناحية التانية ونعمل فيها غرزتين حشو ونكمل سلاسل وهكذا، وكده ده تكرار السطرين بتوعي. غرزة سهلة وجميلة، وزي ما شفتوا كده ده شكلها اهو، شكلها حلو جدا ولذيذة قوي وسهلة جدا، ما بتاخدش معاكي وقت. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، شكرا لمتابعتكم معايا.